كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل لكم طريقة الفتة على اصولها اللي اتعودت عليها من امي. هتمسكي كيلو لحمة على حسب الكمية، هتغسليها غسلة حلوة في حلة على النار، هتحطي معلقة سمنة ومعلقة زيت، هتنزليها والحلة سخنة خالص تغير لونها قوام، عشان لما بتغير لونها بسرعة ما بتاخدش سوا، بتقفلي المسام ما بتاخدش سوا منك وتعقدي كده، تفضلي 3 ساعات جنبيها كده على اللحمة ما تستوي. لا، هتديها تشويحة بسرعة كده على النار لحد ما تغير لونها قوام. تمام زي ما انت شايفه. بتقلبي كده الاول في الحله التانية. طبعا انا بسلق الرز، معلقتين سمنه بشوح فيهم الرز، انا بحب اختصر يعني بشوح فيهم الرز. هنا برضو بقلب اللحمه لحد ما تغير لونها زي ما انت شايفه كده. نحط بقى مبهروها، نحط ورقه اللورة، نحط شويه الفلفل الاسود. دي طريقه سهله وبسيطه تطلع معاكي شوربه رايقه وزي الفل. بتقلبيها كده، تفضلي تقلبيها لحد اللون بتاعها ما يتغير. هنا على الحله التانية بقلب الرز بالمعلقه السمنه بشوحه، بيطلع مفلفل وهتشوفوا الفرق جدا. تابعوا بس الطريقه دي. لو اول مره تشوفيني، انا اسمي فاطمه، دي قناتي. اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلي الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. تمام. هنا بقى هنحط الملح بتاع الرز بعد ما شوحناه في الزيت. الخطوه دي حلوه قوي يا جماعه، تشويحه الرز كده في الزيت بتاعه. هنا بصوا اللحمه غيرت لونها قوام مع الفلفل الاسود ولا لورا، متبهره كده وطعمها زي الفل. بصي بتنزلي بالميه، ميه تكون سخنه قوام زي ما انت شايفه كده. بصي الشوربه هتطلع معاكي رايقه وزي الفل. تمام. هنا برضو بختبر الرز كل شويه. هنا العين دي والعين دي بتنجزي، بتحسي ان انت بتخلصي الاكل بسرعه. تمام. بتغطي عليه. بتجينا بقى خدت غلوه، بقطع بصله طرنشات وطماطمايه. تمام. عشان تطلع معاكي شوربه طعمه وزي الفل. بتسيبيها بقى تغلي، بتسيب الرز يتشرب كده ويبقى هادي كده. بصي الرز مفلفل. بصوا الرز وهي مفلفله. الخطوه دي مهمه جدا، تابعوا بس الطريقه. هنا في صاج هنا قطعت العيش بالمقص وهدخله ينشف في الفرن، مش عشان اعمله للفته يعني، بنجز كل حاجه. هنا بصوا اللحمه استوت، بصوا الشوربه شكلها يشهي ازاي، ريحتها في منتهى الجمال. بصوا حته اللحمه طالعه رايقه وزي الفل ازاي. ان شاء الله الطريقه تعجبكم. هنا بقى خلصنا الجبنه. بص العيش بيتكسر يعني اتحمص حلو. في طبق او اي حاجه تحطي فيها، بتحطي طبقه عيش من الاول اهي. دي طريقتي اللي انا معتمداها من امي. ممكن تعملي اي طريقه تحبيها، وتحطي عليه الرز من فوق، طبقه العيش وتحطي عليه الرز من فوق. بصوا هنا انا فاتتني خطوه دقه التوم. انتي بقى بتعملي بتحمري طب راس توم حلوه كده مع شويه شطه، بتحمروا مع معلقه كزبره ناشفه، وبتنزلي عليهم بربع كوبايه خل وتسيبهم يغلوا، وبعدين تزودي عليهم الشوربه عشان هي ما تصورتش، ما نزلتش في الفيديو. تمام. معلقه توم مع معلقه تحمر، تنزلي عليها بنص كوبايه خل ومعلقه كزبره ناشفه، وتحطي عليها مقدار الشوربه اللي انت عايزاها تدي غلوه، وبعدين تنزلي بقى على الفته بتاعتنا. تمام. وده الشكل النهائي. وان شاء الله الطريقه تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.